أهلا بيكم. معاكم محمد هشام، وده كورس Introduction to Python. النهاردة هنتعلم واحدة من أهم وأشهر لغات البرمجة في العالم، وهي بايثون. اللغة دي سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت عشان تبدأ تكتب أول كود ليك. في الكورس ده هنتعرف على أساسيات بايثون خطوة بخطوة، ونطبق أمثلة عملية مع بعض. About بايثون. اللغة دي من أكتر اللغات انتشارا في العالم، واللي بيميزها إن الكود بتاعها بسيط وشبه الإنجليزي، يعني هتتعلمها بسرعة حتى لو أنت مبتدئ. اللغة مرنة جدا، يعني ممكن تكتب بيها سكريبتات صغيرة أو مشاريع كبيرة. تستخدم في حاجات كتير، بنستخدمها في مواقع الويب، في الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، حتى الأتمتة والأمن السيبراني. وكمان ليها مجتمع ضخم بيساعدك في أي مشكلة أو أسئلة. والشركات الكبيرة زي جوجل وانستجرام وسبوتيفاي بيستخدموها في أنظمتهم. دلوقتي هنتكلم عن أنواع البيانات في بايثون. داتا تايب، كل نوع من البيانات بنستخدمه عشان حاجة معينة. فعندك مثلا x بيساوي 5، يعني عدد صحيح زي integer. أو الفلوت بنستخدمه عشان نسجل عدد عشري زي z equal 3.2548. وعندك كلمة string عشان نبدأ نسجل بيها النصوص، ونقدر نكتبها بالشكل ده بعلامتين تنصيص مزدوجة أو بعلامة تنصيص مفردة. الفاريبلز، المتغيرات دي زي صناديق في الميموري، بنحط فيها بيانات عشان نستخدمها بعد كده. يعني زي أكنك معاك محل، والمحل ده متجزأ لأماكن معينة، بتبدأ تحجز الأماكن ديت علشان تبدأ تخزن فيها الكلام دوت. كل متغير لازم يكون ليه اسم مميز، وفي شوية قواعد لازم تبقى فاهمها. أول حاجة، variable names contain only letters, numbers and underscore character. يعني الاسم فيه حروف أو أرقام أو underscore بس. variable names can't start with number، يعني ما ينفعش تبدأ برقم. variable names can't have space or any symbols other than underscore character، يعني ما ينفعش يكون في مسافات أو رموز تانية. variable names can't match keywords that exist in the language، ما ينفعش يكون في كلمة محجوزة في بايثون وتستخدمها. لو التزمت بالقواعد دي هتكتب كود سليم ومش هيطلع errors خالص. ننتقل بعد كده على اوبريتورز. العمليات الحسابيه والمقارنات في بايثون سهله، زي الجمع والطرح والضرب والقسمه والقص. باقي القسمه كلها علامات معروفه، زي مثلا الاديشن اللي هو البلس، زي السبستراكشن اللي هو الماينس، زي مالتيبلاكشن اللي هو الضرب، زي ديفيجن اللي هو القسمه. بعد كده لو عملنا دبل مالتيبلاكشن هنعمل حاجه زي الباور اللي هو اس. عندك اوبريتور علامه في المية ديت اللي هي باقي القسمة remind of division. عندك بعد كده حاجات لازم تبقى عارفها، هي الايكوال اللي هي علامة الايكوال الواحدة ديت لحجز مثلا name equal محمد، يعني انت كده حجزت محمد في صندوق في الميموري اسمه name. لكن equal ديت معناها عندنا في لغة بايثون equal اللي هو كذا بتساوي كذا. طيب علامة التعجب equal ديت يعني not equal، يعني مثلا 4 plus 2 not equal 7 مثلا. تمام. بعد كده عندنا الجريتر، بعد كده عندنا الليس. العلامات لازم تبقى عارفها زي الماث عادي خالص. هنا بيجيب لك operator equal is used to store the data on the right side of the statement into the variable that on the left side. يعني بنستخدم الايكوال واحدة في ان احنا نحجز اللي على اليمين في variable اللي على الشمال. زي ما قلت لكم المثال من شوية، variable مثلا name equal محمد، يبقى احنا حجزنا محمد في variable اللي باسم name. اول برنامج لينا في بايثون بيبقى غالبا كلمة hello world. بنبدأ نطبق الكلام دوت على البرنامج ونقول print hello world، فبيبدأ يطبع لنا كلمة hello world. او مثلا print محمد هشام، فبيبدأ يطبع لنا كلمة محمد هشام.
بعد كده تعالوا نشوف امثله بسيطه. كتبنا name equal محمد، بعد كده كتبنا print name يعني اطبع لنا اللي هو الفاريبل اللي باسم name، فلما يجي يطبع هيطبع لنا محمد زي ما هنشوف في الامثله كمان شويه. تعالوا ننتقل للمرحله العمليه ونشوف ازاي نطبق اللي احنا خدناه النهارده. دلوقتي بنبدا ننزل برنامج فيجوال ستوديو او اي برنامج عليه بيئه العمل بتاعتنا. عندك برامج كتير زي فيجوال ستوديو وبيشارم، وتقدر تستخدم اي برنامج من البرامج اللي فيها بيئه العمل بتاعت بايثون. نبدا نشغل البرنامج، نبدا نختار الملف بتاعنا وندور على ملفات بايثون ابلكيشن بالشكل دوت. نيكست، نسميه مثلا نيو بروجكت. بيفتح معاك الواجهة بنفس الشكل دوت. تعالوا نشوف التاسكات اللي احنا شرحناها من شوية ايه هي، ونرجع نكتبها هنا ونشوف هيظهر لنا ايه. تمام، ده اول تاسك مفروض لازم نبقى عارفينه واللي هو print hello. خلينا نروح للبرنامج نجرب هيطلع لنا ايه. جينا على البرنامج هنا وهنكتب print hello world، بعد كده ندوس start. زي ما انتوا شايفين ظهر لنا كلمة hello world. لو حابين مثلا نكتب حاجة تاني زي print محمد هشام، ودوسنا ستارت، هيبدأ يطبع لنا كلمة هلو وورلد ومحمد هشام. لو لاحظتوا هنا كتب لنا هلو وورلد الأول بعد كده محمد هشام تاني، لأنه البرنامج بيقرأ الأكواد بالترتيب، ما ينفعش يقرأ مثلا الكود اللي تحت بعد كده يقرأ الكود اللي فوق. وزي ما انتوا برضو واخدين بالكم هنا عملنا مرة علامة تنصيص واحدة ومرة عملنا علامة تنصيص مزدوجة. خلينا ننتقل على التاسك التاني وهو الفاريبل. الاكزامبلز اللي كانت عندنا فاريبل باسم name equal محمد، يعني حاجزين كلمة محمد في فاريبل باسم name، وفي الاخر هنكتب print name ونشوف ايه اللي هيحصل. كتبنا الفاريبل name، عملنا equal حجزنا فيه كلمة محمد، بعد كده كتبنا print name عشان نقدر ننادي على اسم محمد اللي هو يظهر لنا output. ندوس start ونشوف النتيجة. زي ما انتوا شايفين اهو جايب لنا اسم محمد، ما جاب لناش اسم نيم. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا نيم دوت عبارة عن صندوق بنحجز فيه اللي بعد علامة equal زي كلمة محمد. بعد كده بنبدأ ننادي على كلمة محمد باسم الفاريبل اللي هو محجوز فيه اللي هي نيم. ونفس الموضوع هنبدأ نعمله في كلمة course name equal introduction to Python، بعد كده نكتب print course name. هسيب لكم ديت زي الهوم وورك تعملوها مع نفسكم وتكتبوا لي ظهر لكم ايه في الكومنت. وبكده يا جماعة نكون أخدنا نظرة شاملة على أساسيات بايثون، من أول ما عرفنا يعني إيه بايثون مميزاتها لحد ما اتعلمنا أنواع البيانات والمتغيرات والعمليات وكتبنا أول برنامج لينا. الخطوة الجاية بقى إن كل واحد فيكم يبدأ يطبق بنفسه ويجرب الكود اللي شرحناه عشان المعلومات تثبت وتبقى فاهمها عملي. في الدروس اللي جاية إن شاء الله هنتعمق أكتر ونبني مشاريع صغيرة ونشوف إزاي اللي اتعلمناه بيتطبق في حاجات حقيقية. شكرا لكم يا شباب على المتابعة، وإن شاء الله نكمل سوا رحلة البرمجة بلغة بايثون.